ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. تعالوا بقى النهاردة هنفتح مع بعض الفسيخ ونشوف نتيجة التخليل بقى اللي احنا خليناه، ونشوف النتيجة معانا طلعت عاملة ازاي. اللي متابعني وعارفني عارف ان احنا خلينا الفسيخ وقلنا ان شاء الله هنفتح مع بعض عليه بعد 20 يوم. بس انا ما فتحتش عليه بعد 20 يوم. هقول لكم ايه اللي حصل واقول لكم فتحت عليه ليه. بس لو اول مرة تشوفيني، انا ميادة ودي قناتي، اتمنى تنوريني وتدعميني بالاشتراك علشان يوصلك كل جديد. هنبدأ بقى نفك الاكياس كده اللي احنا كنا مربطينها كويس قوي علشان ما يدخلهاش هوا. اهم حاجة ودي اهم نقطة في نجاح الفسيخ زي ما اكدنا عليها. عايزة اقول لكم بقى ان انا فتحت على الفسيخ بعد 15 يوم بالظبط او 14 يوم. ليه بقى فتحت عليه كده؟ لان الجو الفترة اللي فاتت كان حر جدا. انا قلت ان انا لو سبته اكتر من كده، بصوا نتيجته عاملة ازاي. طلع زبدة ورهيب. عايزه اقول لكم ان انا فتحت عليه زي ما بقول لكم كده بعد 14 يوم، لاني لو كنت سبته اكتر من كده كان هيبوظ، وكان طبعا هيضرب مني لان الجو كان حر جدا. بصوا القشر بيطلع ازاي، ده اكبر دليل ان الفسيخ مستوي وكويس جدا. علشان كده القشر معانا بيطلع بسهوله. هبدأ كده انضفه زي ما انتم شايفين، اشيل القشر كده واشيل كده الديل بتاعه. طبعا زي ما انت عايزه بقى تنضفي براحتك. انا بقى من الناس اللي بتغسل الفسيخ يا جماعه بعد ما بنضفه بشيل القشر. هتقولي لي بقى بيزفر، هتقولي لي معرفش ايه، لا انا خدته بقى تحت الميه كده وغسلته ونضفته زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى نتيجه الفسيخ طالعه معانا عامله ازاي. الفسيخ طالع زبده وطعم وريحه، والله ريحته ما فيهوش اي حاجه. بصوا طالع رهيب، ريحته خطيره والله العظيم، زي ما بنشتريه من بره بقى. والناس بقى اللي بتقول ريحه الفسيخ وحشه، لا لا لا، كانت ريحته حلوه جدا وكان زبده وطعمه خطير. والملح بتاعه كمان كان مظبوط جدا عشان ما سبناهوش فتره طويله. زي ما انا قلت لكم وانا احنا بنخلله، ان اللي بيخلي الفسيخ حادق مش كتر الملح اللي انت بتحطيه، لا مده التخليل اللي انت بتسيبيها فيه. كل ما تسيبي الفسيخ فتره طويله في التخليل كل ما ملحه بيزيد وبيطلع حادق معانا. انا بقى هحفظ الفسيخ النهارده بطريقتين. اول طريقه ان انا اخليه كده بالمعلقه زي ما انتم شايفين كده. طبعا دي طريقه سهله للناس اللي بتحب الفسيخ مخلي. وبعد ما خليته جبت كده برطمان كده صغير كده، وبدات احط فيه الفسيخ وشويه من الزيت وشويه من الشطه. احط طبقات كده زي ما انتم شايفين، وفي الاخر خالص احط شويه كده من الزيت واقفل بقى عليه كويس قوي واركنه كده على جنب. الطريقه التانية بقى هبدأ برضو انضفه كده زي ما انتم شايفين، وهجيب بقى المقص كده وهقص بقى الفسيخ قطعة صغيرة كده. انا الفسيخة دي انا ما خليتهاش، انا خليت اتنين واتنين تانيين سبتهم كده زي ما انتوا شايفين، قطعتهم كده بالمقص ونضفتهم كده من الشوك. هجيب بقى برضو برطمان وهبدأ ارص كده الفسيخ واحط شوية من الفسيخ وشوية من الزيت وشوية من الشطة لحد ما اخلص بقى الكمية كلها. وبعد كده بقى هجيب كيس تلاجة اغطي البرطمان كويس قوي، وبعد كده اقفل عليه. تقدري في الوقت ده تركنيهم عادي خالص على الرخامة بتاعة المطبخ، مش هيجرالهم اي حاجة. او تقدري تحفظيهم برضو في التلاجة، مش هيجرالهم برضو اي حاجة. عايزة اقولك على حاجة كمان، فرضنا بقى صدف اللي انت فتحتيه قبل العيد بشوية وانت من الناس اللي ما بتحبش تحط عليه ولا زيت ولا ليمون ولا تخليه، هتعملي فيه ايه؟ هتفتحي عليه وبعد كده تاخديه تغسليه من الملح تحت المية الجارية من غير ما تفتحيه ولا اي حاجة. وبعد كده تلفيه في كيسين كده تلاجة كويس وتقفلي عليهم كويس وتحطهم في الفريزر. مش هيجراله اي حاجه، هيكون بالظبط زي ما تكوني لسه مخللاه. وقبل ما تاكليه بشويه هتخرجيه يفك وبعد كده تنضفيه وتبداي تاكليه، مفيش مشكله خالص. يا ريت بقى لو عجبك فيديو النهارده وعجبك نتيجه التخليل بتاعتنا بتاعه الفسيخ، ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تنسيش تشتركي في صفحتي على الفيسبوك باسم ميادة كيتشن. واستنوني في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.